حتى كيفاش الطاليان بقدها وبقيمتها وبتاريخها وبكاع داكشي اللي صنعت في الكره ما بقاتش كتقدر حتى تاهل كاس العالم. معكم احمد فارس على قناتكم فارس فوتبول. مشينا اليوم غادي نشوفوا ونعرفوا كيفاش سقطات امبراطوريه ايطاليا الكرويه. انا غير فاش كنبقى نفكر في هاد اللعيبه ما كنقدرش، ما كتجيني بحال شي حلمه، حيت بالنسبه لي شخصيا من نهار بديت كنعرف الكره والطاليان قوه كرويه عظمى، ودائما كنا كنعرفوا بلي ثلاثه الدوريات الكبرى هي لا ليغا الاسبانيه والبريمير ليغ الانجليزي والكالتشيو الايطالي. شويه حتى ما بقيناش كاع كنشوفوا الطاليان لا المنتخب ولا حتى الكالتشيو. المهم باش نبداو الموضوع غنبداو بالضبط من شهر مارس 2026 اللي العالم الكروي كامل وبالاخص الشعب الايطالي كان كيتسنى البراج الاوروبي المؤهل لكاس العالم. غير هذه المره العالم راه ما كانش كيتسنى شي منتخب صغير اللي كيحلم بالمشاركه الاولى ديالو، لا هادي راه الطاليان المنتخب اللي عنده كاس العالم 4 المرات، ويلاه البرازيل بوحدها اللي فايتها ب5 الالقاب، المنتخب اللي خرجوا منه اعظم اللاعبين في التاريخ وبالاخص المدافعين، المنتخب اللي كان غير السميه ديالو كتخلع اكبر المنتخبات، ولكن في الاخر الطاليان عاوتاني غتفشل في التاهل لكاس العالم وما غتكونش المره الثالثه على التوالي. 2018 2022 و2026 ثلاثه النسخ متابعه من كاس العالم بلا الطاليان، شي حاجه غريبه. ولكن السؤال هو كيفاش وصل واحد من اعظم المنتخبات في التاريخ لهذه الحاله؟ واش السبب هو هذا الجيل هذا ضعيف، ولا السبب هو النيفو المدربين نقص، ولا هذه الازمه اعمق بزاف من هذا الشيء كامل؟ وباش نفهموا الجواب خاصنا نرجعوا شويه للور، وغنرجعوا بالضبط ل 2006 وهي اخر مره كانت فيها الطاليان فوق القمه. كاس العالم اللي كانت في المانيا، ايطاليا كانت يلاه خارجه من واحده من اكبر الفضائح في التاريخ ديال الكره الايطاليه، فضيحه الكالتشيوبولي، فضيحه اللي هزات الكره الايطاليه والعالميه واللي كشفت تلاعبات بعض الانديه واللي تعاقب من خلالها فريق جيفونتيس بالنزول القسم الثاني. هذه الفضيحه خلات كلشي كيتوقع الاسوء في كاس العالم وباللي الطاليان ما غيديروا والو في هذه النسخه، ولكن العكس هو اللي وقع. الطاليان دخلت كاس العالم وقدرت تحقق الانجاز الاكبر بواحد الجيل خيالي اللي عمر شي واحد ما غينساه. بوفون، كانافارو، بيرلو، توتي، غاتوزو، ماتيرازي، زامبروتا، ديل بيرو، والقائمه طويله. جيل كامل من النجوم وصل للقمه في هذاك الوقت، وفي الاخر الطاليان هزت الكاس العالم الرابع في التاريخ. في ذاك الوقت قليل اللي كان يقدر يتخيل ان هذه غادي تكون اخر مره نشوفوا فيها الطاليان في الادوار الاقصائيه ديال كاس العالم، حيت من هذه النسخه عمرنا ما غنشوفوا الطاليان في الدور الثاني من شي كاس العالم الى يومنا هذا. وهنا فين غادي نجيو لبدايه المشاكل وبدايه الانحراف. من بعد مونديال 2006 بدا الجيل الذهبي كيعتزل واحد مورا واحد، وكان خاص الكره الايطاليه تخرج شي جيل جديد بنفس القوه، ولكن هذا الشيء ما وقعش. في 2010 دخلت الطاليان كاس العالم كحامله للقب، وكان كلشي متوقع باللي على الاقل غادي تدوز للدور الثاني بسهوله، وبالاخص ملي غنشوفوا المنتخبات اللي كانت في ديك المجموعه كانت الباراغواي ونيوزيلندا وسلوفاكيا، ولكن الصدمه كانت كبيره. الطاليان ما قدرت تربح حتى ماتش واحد، تعادلت مع الباراغواي ب1-1 وتعادلت مع نيوزيلندا ب1-1، وفي الماتش الاخر كان خاصها تربح سلوفاكيا باش تاهل، ولكن العكس هو اللي وقع، خسروا 3-2 وخرجوا من دور المجموعات. الناس اعتبروها غير سحابه الصيف عابره، ازمه لحظيه ودغيا غدوز. ولكن من بعد 4 سنين وفي مونديال البرازيل 2014 تعاود نفس السيناريو، عاوتاني الاقصاء من الدور الاول، ولكن هنا الجروب اللي طاح فيه الطاليان كان قاصح شويه. والغريب هو انه جوج منتخبات اللي كانوا مرشحين غيتاهلوا للدور الثاني هما بجوج اللي تخسر. الطاليان غيبداو المشوار ديالهم ضد انجلترا، الطاليان غتربح ب2-1 وكل شيء كان غادي مزيان، ولكن في الماتش الثاني غتجي هزيمه مفاجئه ضد كوستاريكا ب1-0، ومن بعد في الماتش الثالث غيخسروا مع الاوروغواي ب1-0 في الماتش اللي بقى معروف بالعضه ديال سواريز المدافع كيليني. ومن ذاك النهار الطاليان ما بقات غادي تلعب حتى شي ماتش اخر في نهائيات كاس العالم. وغندوزو دابا للكارثه اللي بدلات كلشي، وغنمشيو ل 2017 وبالضبط لتصفيات كاس العالم ديال 2018. في هاد التصفيات الطاليان تكلاصات هي الثانيه مورا الاسبان، وكان خاصها تلعب ماتش باراج ضد السويد، وكلشي كان متوقع بلي الطاليان غادي تاهل، ولكن السويد كان عندها راي اخر. الطاليان غتخسر في الالي ب1-0 وغتعادل في الروتور 0-0، وغتكون الطاليان خارج كاس العالم وغيكون اول غياب منذ 1958. الصور ديال بوفون وهو كيبكي من بعد الماتش بقات متورخه في ذاكره عشاق كره القدم. كلشي اعتبر هذا الشيء اللي واقع راه غير حادثه استثنائيه وكتوقع بزاف في الكره، والطاليان غاديين يتجاوزوها مع الوقت، ولكن الواقع حاجه اخرى. وفي 2020 غيجي كاس اوروبا اللي كان تاجل وتلعب حتى 2021 بسبب جائحه كورونا. من بعد هذه المشاكل كامله اللي عاشوا الطاليان سيدي هي اللي غتربح لاكو، وكان هذا هو الانتصار اللي غطى الازمه الحقيقيه. من بعد سنوات قليله الطاليان رجعت بقوه، منتخب عنده شخصيه، منتخب كيلعب كره زوينه، منتخب اللي كيتقاتل وما كيعرفش الهزيمه، وبداو شويه كيفكرونا في الجيل الذهبي. وربحت الطاليان كاس اوروبا من بعد ما ربحت انجلترا في الفينال بينالتيات وفي قلب ويمبلي. كلشي قال واخيرا الطاليان بدات كترجع، ولكن مع مرور الوقت بدا كيبان باللي هذا اللقب بحال كان غير استثناء اكثر من كونه دليل على تعافي الكره الايطاليه. حيت باش غنمشيو من بعد لتصفيات كاس العالم 2022 بقطر الطاليان عاوتاني غتدخل الباراج،
وكانت غاده في نفس الباركور ديال البرتغال، وكل شيء كان كيتسنى براج شاعل ديال الطاليان ضد البرتغال، وكان خاصها غير تربح مقدونيا الشماليه باش تقرب من المونديال. على الورق المهمه كانت سهله، كنا كاملين متوقعين بلي الطاليان غتربح مقدونيا الشماليه بسهوله. في الدقيقه الاخيره من الماتش غيجي البيت ديال الصدمه من مقدونيا الشماليه اللي حتى هي براسها ما قدرتش تاهل من بعد، والطاليان عاوتاني ما كايناش في كاس العالم المره الثانيه على التوالي. في هذه اللحظه غنفهموا باللي المشكل ما بقاش صدفه ولا زهر، لا راه كاين ازمه حقيقيه. وباش نفهموا ازمه المنتخب خاصنا نشوفوا شنو وقع للدوري الايطالي. في التسعينات وفي بدايه الالفينات الكالشيو كان بالنسبه لنا احسن دوري في العالم، الدوري اللي داز منه مارادونا وزيدان ورونالدو كاكا شيفشينكو ابراهيموفيتش. ولكن دابا الوضع تبدل، الدوري الانجليزي سبق كل شيء اقتصاديا، والفرق ديال اوروبا كلها تطورت بواحد السرعه خياليه. فالوقت اللي الكره الايطاليه بقات كتواجه بزاف المشاكل الماليه والهيكليه والاعتماد الكبير على حقوق البث. وزيد على هذا الشيء الملاعب الايطاليه بقات شويه متاخره مقارنه مع عدد من الدوريات الكبرى، وهذا الشيء كامل اثر على قدره الانديه باش تنافس اقتصاديا. من هذا الشيء كامل انا كنبقى نتسائل غير مع راسي، فين مشاو النجوم ديال ايطاليا؟ واش ما يمكنش تجي من عندهم شي مبادره باش يعاودوا يحيوا الكره الايطاليه؟ والغريب في الامر هو انه حتى اكبر واحسن المدربين في العالم هما ايطاليين، بحال مارسيلو ليبي، كارلو انشيلوتي، فابيو كابيلو، انطونيو كونتي، روبرتو مانشيني وزيد. فين غابرين هاد النجوم؟ وعلاش ما يتستافدش من الخبره ديالهم؟ شحال هذه كانت الطاليان ديما كتنتج النجوم والاساطير باستمرار، بحال مالديني، نيستا، كانافارو، بيرلو، توتشي ديل بيرو، بوفون، كيليني. كل جيل كان فيه اسماء كتكون مرشحه باش تكون الافضل في العالم وتفوز بالكره الذهبيه. اليوم مازال كاينين لاعبين مزيانين بحال دوناروما وباستوني وباريلا وطونالي، ولكن عدد النجوم العالميين اللي كيقدروا ينافسوا على اعلى المستويات الفرديه ولا قل بزاف من شحال هذه. والازمه كتبان اكثر في خط الهجوم اللي ولا من اكبر نقاط الضعف في المنتخب الايطالي. ايوا سيدي، في 2026 جات عاوتاني فرصه تاهل كاس العالم المقامه حاليا في الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك. الجماهير الايطاليه كانت كتمنى تشوف النهايه ديال هذا المسلسل الاسود، ولكن السيناريو عاوتاني كيتعاود، والطاليان فشلات عاوتاني في التاهل وغابت على كاس العالم المره الثالثه على التوالي من بعد الاقصاء مع السويد في 2017 ثم الصدمه التاريخيه ضد مقدونيا الشماليه في 2022. كان كلشي كيتوقع ان الطاليان غادي تتعلم من الاخطاء ديالها وترجع لمكانها الطبيعي في كاس العالم، خصوصا ان هذه النسخه ما بقاتش بحال شحال هذه. عدد المنتخبات اللي مشاركه تزاد من 32 ل 48 منتخب، يعني نظريا التاهل ولا سهل من شحال هذه. ولكن حتى هذه الفرصه ما قدرش الطاليان تستغلها، وفي التصفيات الطاليان عاوتاني غتلقى راسها خاصها تلعب ماتش باراج ضد البوسنه والهرسك نهار 31 مارس 2026. الماتش بدا بشكل مثالي للطاليان وقدروا يماركوا البيت الاول في الدقيقه 15 وبان بان الامور غاديه مزيان. ولكن قبل نهايه الشوط الاول جا المنعطف اللي غادي يبدل كل شيء. المدافع اليساندرو باستوني غيتعرض للطرد المباشر وخلى الطاليان تكمل الماتش ب 10 لاعبين. البوسنه استغلات النقص العددي وضغطات بزاف على الطاليان حتى ماركا البيت ديال التعادل في الدقيقه 79. الماتش مشى للاشواط الاضافيه ومن بعد البينالتيات، وهنا فين غتوقع الكارثه. الطاليان خسرات والبوسنه والهرسك تاهلات لكاس العالم. ومن بعد هذا الماتش الطاليان دخلت للتاريخ، ولكن بطريقه ما كان حتى شي ايطالي كيتمنى يشوف. ابطال العالم 4 المرات غيغيبوا على كاس العالم المره الثالثه على التوالي. هنا ما بقيناش كنهضروا على ازمه ودايزه ولا على ماتش واحد ولا على مدرب واحد، هنا ولينا كنهضروا على ازمه حقيقيه بقات عايشه مع الايطاليين 20 عام تقريبا. الطاليان ما سالاتش ولا ماتت، حيت المنتخبات الكبيره ما كتساليش ولا كتموت بسهوله. غير هي الطاليان ديال اليوم ماشي هي الطاليان اللي كانت كتخلع العالم كامل. من 2006 ما وصلت حتى شي دور اقصائي في كاس العالم، ومن 2014 ما لعبت حتى شي ماتش واحد في نهائيات المونديال. كاس العالم 4 المرات، عشرات الاساطير وتاريخ من اعظم التواريخ الكرويه، ولكن التاريخ بوحده ما كيأهلش كاس العالم. والسؤال اللي مطرح اليوم هو واش الطاليان غادي تقدر تبني جيل جديد اللي يرجع للمكانه الحقيقيه اللي كانت فيها، ولا داكشي اللي شفناه في اورو 2020 كان اخر شمعه مضيئه قبل الدخول ديال واحد من اعظم المنتخبات في العالم لعصر جديد ديال المعاناه. كتب لنا الراي ديالك في التعليقات، واش السبب الرئيسي في تراجع ايطاليا هو ضعف التكوين ولا تراجع الكالسيوم، ولا كاين اسباب اخرى في نظرك؟ اذا عجبك الفيديو خلي لنا جيم واشترك معنا في القناه ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.